روى مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حبيبي في الله، الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء، فخيرة الله سبحانه وتعالى قد تكون في الزمان وقد تكون في المكان وقد تكون في خلقه. أما الزمان فشهر رمضان خيرة الله سبحانه وتعالى من شهور السنة، ومن الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة خيرة الله سبحانه وتعالى من الأيام، ومن الأسبوع يوم الجمعة فهو خيرة الله سبحانه وتعالى من أيام الأسبوع، وليلة القدر خيرة الله سبحانه وتعالى من بين الليالي كلها، ومكة خيرة الله سبحانه وتعالى في أرضه، ومحمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم خيرة الله سبحانه وتعالى من خلقه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ومن زمانه ومن مكانه سبحانه وتعالى ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من بين خيرة المولى سبحانه وتعالى هذه الأشهر الحرم التي اختصها الله سبحانه وتعالى واصطفاها واجتباها من بين أشهر العام، وجعلها أشهر حرم حرمها الله سبحانه وتعالى من الظلم، أن نظلم أنفسنا وأن نظلم العباد. فهذه الأشهر الحرم عباد الله عند الله عظيمة، وعند نفوس المؤمنين والمؤمنات عظيمة، فعظموا ما عظم الله ووقروا ما وقر الله سبحانه وتعالى. من بين هذه الأشهر الحرم شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، والذي نحن على عتبات أول رجب غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. رجب مضر، ورجب من الترجيب أي من التعظيم، وسمي رجب مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر في الجاهلية تعظيما شديدا، فنسب ذلك الشهر إلى هذه القبيلة. أما لما جاء الإسلام ولما جاء رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم عظم رجب وعظم هذه الأشهر الأربع التي بين قوسين الأشهر الحرم تعظيما شديدا، لما لها من تعظيم من قبل المولى سبحانه وتعالى. فعز من قال وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن، أي إشارة إلى هذه ال4، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة: العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما تظلمش نفسك في هذه الأيام وهذه الأشهر الحرم.
هو الإنسان ممكن يظلم نفسه؟ نعم. أعظم ظلم أن يظلم الإنسان نفسه. إزاي؟ أن يراود نفسه للمعصية ولفعل المعصية. كيف أنت ظلمت نفسك؟ أعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بأن يطاوع نفسه في الوقوع في معصية الرحمن سبحانه وتعالى. هذا على مدار العام كله. تيجي بقى عند الأشهر الحرم اللي هي الأربعة وتقف تعظم أكتر وتقف مع نفسك أكتر وأكتر وتحاسب نفسك. هذه الأشهر الحرم التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها ظلم الأنفس. وكما تقدم هذا الحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات. ذو القعدة 3 أشهر ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ذو القعدة كانوا يقعدون فيه عن القتال ويتأهبون فيه للذهاب إلى مكة، شهر قبل وشهر بعد عشان الحج. ففي شهر الحج اللي هو ذو الحجة في شهر قبله وفي شهر بعده. كان السفر طويل، يقدرون هذه القيمة قيمة إيه؟ شهر قبل وشهر بعد. فذو القعدة قبل الحج يتأهبون فيه للحج، ثم يأتي ذو الحجة اللي هو شهر المناسك والقصد بيت الله سبحانه وتعالى بيت الحرام، ثم بعد ذلك شهر محرم اللي هو بعد الحج يرجعون فيه إلى ديارهم وإلى بيوتهم، ورجب اللي هو نصف العام. الشهر ده يتوسط أشهر العام كلها. فكانوا في هذا الشهر يتوسطون زيارة مكة، يتوسطون في هذا الشهر زيارة مكة، حتى جاء رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ليصحح لنا بعض المسائل التي اشتهرت بين أيدي الناس وبين ألسنة الناس وعوام الناس خاصة في شهر رجب. ومن بين هذه المسائل مسألة القتال في رجب. وتعلمون أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم في رجب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا بد وأن تعلم يا عبد الله أن القتال نوعان، إما قتال دفع وإما قتال طلب. أما قتال الدفع اللي انت عدو بيهجم عليك بقتلك، هو اللي بادر بالهجوم، فيجب عليك أن تبادر بالدفع عن نفسك والدفع عن ديارك ووطنك. ده اسمه قتال الدفع. فقتال الدفع لا يعرف أشهر حرم ولا غير أشهر الحرم. تدفع عن نفسك في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان من الأمكنة التي هي من حقك. يبقى هذا لا غبار عليه أن يدافع عن نفسه وأن يقاتل عن نفسه طالما أن الأعداء هم الذين ابتدوا، حتى ولو كان في أشهر الحرم. أما قتال الطلب اللي هو أن تبدأ بالهجوم وأن تبدأ بالاعتداء على أعداء الله سبحانه وتعالى، فهذا حرام في الأشهر الحرم. كما قال ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا لابد وأن يرسخ في قلبك، ما يبقاش الأعداء لا يبالون ولا يعرفون لا حلال ولا حرام وانت عمال تتفرج عليه. ليه؟ يقول لك أصلا في الأشهر الحرم. لا، طالما أنه هو اللي ابتدأ وطالما أنه هو الذي سن هذا الهجوم، أدافع عن نفسي وأنال هذه الشهادة العظيمة، الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. من المسائل في رجب، كان أهل الجاهلية
يذبحون ذبيحة خصيصة في رجب ويسمونها عتيرة، فنهى رسولنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم عن فعل مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ذبح ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. يعني لا فرع ولا عتيرة؟ الفرع اللي هو أول نتاج الأنعام، أول مولود يولد كانوا يقدمونه إلى طواغيتهم الأصنام، والعتيرة التي كانوا يذبحونها عند دخول شهر رجب، زي إحنا لما يخش علينا عيد الأضحى بنضحي، لا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا فرع ولا عتيرة، أي لا تفعل وأن تخصص عبادة من العبادات أو نسك من المناسك في هذا الشهر العظيم. إحنا يا إخواننا بندور مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دارت، هتريح دماغك وهتريح الناس اللي حواليك. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ ما تقوليش بقى الشيخ فلاني العالم الفلاني. أحلى حاجة إن إحنا أمة متبعة لخير الهدي، هدي مين؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بلا تعصب وبلا تشدد وبلا كل حاجة ورد لي. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي السنة. فاللهم أحينا على السنة واجعلنا ممن يحبون السنة وهدي رسولك وخليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فما تخصص بعض الأطعمة في رجب. بعض العوام أنا عارف إنه قلبه أبيض وراجل بيحب الإسلام ويغار على الإسلام، ممكن يكون بيشرب سجاير، بيشرب حشيش، بيشرب كل حاجة وبيمشي وبيعمل وبيغتاب بس عند الإسلام وعند الكلام في الإسلام خط أحمر، بيغير على دينه، بيحب دينه. بس حبيب قلبي في بعض الحاجات كده ما يعرفهاش، إن هو ممكن يقع في بدع وهو مش واخد باله. وقلنا قبل كده وحذرنا أهل العلم أن تقع في المعصية أهون على الله من أن تقع في بدعة، لأن المعصية هتعملها تستغفر وتقول استغفر الله وأتوب إليه وتصلي ركعتين وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب، خلاص هيتوب الله سبحانه وتعالى عليك. أما البدعة فنشرها فيها مشاكل كبيرة. أنا شايف إن من أعظم المشاكل اللي أنت بتعملها من وراء البدعة، سامحني يعني، اللي هي قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش واخد باله. حبيبنا ده مش واخد باله إن هو كده يقلل أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أنا بقل أدبي كده؟ كونك اللي أنت تعمل حاجة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي أن ذلك من الدين وكأنك أتيت بشيء جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي قصر في الدين، وكأن النبي فاته هذا الشيء من الدين، فبتقول للنبي خلي بالك أنا عملت حاجة أنت فاتتك. شفت بقى أنت مش واخد بالك إزاي؟ هي دي أعظم مشكلة للمبتدع، أنه يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بين قوسين قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك لنا صلى الله عليه وسلم صغيرا أو كبيرا، إن كان خيرا أرشدنا صلى الله عليه وسلم عليه، وإن كان شرا حذرنا صلى الله عليه وسلم. حتى قضاء الحاجة كلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نستنجي هذه الأمور اللي هي يستحي فيها القاصر والداني والصغير والكبير، تكلم عنها صلى الله عليه وسلم. حتى عند إتيان الزوجة
تكلم صلى الله عليه وسلم وذكر لنا بعض الأدعية عند إتيانها. كل هذه الأمور الحساسة، كل هذه الأمور التي يستحي منها الإنسان، فلا حياء في العلم إذا تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأدب. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أتم لنا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تخصص طعام في هذه الأشهر وفي شهر رجب. شهر رجب عند الله عظيم، من فضائله أنه شهر الله المحرم، شهر حرمه الله سبحانه وتعالى وجعله الله سبحانه وتعالى من الأشهر الحرم. طب إيه فضله تاني؟ في فضائل تانية غير الكلام؟ مفيش، لم يرد. هيأتي إن شاء الله الكلام عن الصيام، هيأتي الكلام عن بعض الصلوات، كل هذا لم يرد ولم يأتي نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. يبقى لا فرع ولا عتيرة، يعني لا تخصص ذبيحة معينة وتخصصها في رجب. كذلك للكلام عن الصيام في رجب، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخص الصيام في رجب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عند صيام رجب. هات لي حديث، والله ما هتلاقي. هذا القسم أقول ثقة في كلام أهل العلم، فهذه أمانة عباد الله سنسأل بين يدي الله عز وجل، وأنا ناقل لكم وبين أسماعكم وبين قلوبكم هذه الأمانة. فكلنا يحب الصيام، والصيام جنة، وقاية، حماية، وتأديب للنفس. إن كانت عادتك ألا تصوم، أنت عادتك طول السنة ما بتصومش، تيجي أول ما تسمع برجب يلا بقى عشان نتسحر عشان بكرة أول رجب، ويعتقد أن صيام أول رجب له فضيلة وأنه له خصيصة وأنه من أين أتيت بهذا؟ هتقول لي قال رسول الله، هتقول لي قال فلان. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنقل لك يا أخي الحبيب كلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أما صوم رجب بخصوص فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة. الأحاديث إما أن تكون صحيحة، وإما أن تكون حسنة، وإما أن تكون حسن غريب، وإما أن تكون ضعيفة، وإما أن تكون موضوعة. إحنا مش في قصة مصطلح حديث والكلام ده، بس إحنا بنقل لحضرتك قصة إزاي الأحاديث بتجينا. الأحاديث الصحيحة اللي هي بقى أعلى المراتب. الحديث الحسن يعتبر أقلها في الصحة، حسن غريب كذلك. أما الحديث اللي هو الضعيف، الرجال الذين ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن 10 ثقة، من بينهم رجل كذاب أو 2 كذابين أو 3 كذابين. هيكون في إسقاط في الكلام أو إسقاط في الحديث أو في إسقاط في متن الحديث بسبب ال3 دول أو بسبب ال2 دول، لأنهم كذابين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيسقط السند، سواء بقى من نقل الحديث من فلان لفلان وفلان، أو في المتن بتاع الحديث اللي هو الحديث نفسه، فبيصبح الحديث ضعيف. أشد الأحاديث كذبا اللي هي الأحاديث الموضوعة. الأحاديث الموضوعة اللي هي إيه يعني؟ ولا على باله، على قاعد كده في مجلس من المجالس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعد يخترع أي كلام. السقف لو لونه أبيض حياتك هتبقى كلها بيضة. جبت الكلام ده منين؟ كذاب. هو عايز يا عيني يرقق قلوب الناس ويدهنوا كل الأسف كلها بيضة عشان تبقى إيه؟ الحياة بيضة. فيقول أي كلام كده. أنا مش بتريق، خلي بالك الكلام ده فعلا في كتب الأحاديث. ده حديث موضوع. يعني إيه موضوع؟ يعني صاحبه بيألف،
يعني صاحبه ده بيجيب كلام بيخرف في الدين، مفكر ان هو كده يتقرب الى الله زلفى ويتقرب الى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشد الناس عذابا يوم القيامه اللي هو توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي انت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال وما قالش، اللي هو عمل وما عملش، دي أشد مصيبة، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تخص الصيام في رجب، انت مش عادتك اللي انت تصوم خلاص. لكن واحد عادته، اصل شهر رجب ده في الصيام عادته ان هو عادي زي اشهر العادية، بيصوم اثنين وخميس، كمل صيام اثنين وخميس. الايام القمرية 13 و14 و15 تمام، كمل. واحد بيصوم يوم وبيفطر يوم زي صيام داود أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي عادته في سائر الأيام، كمل. لكن مش عادتك اللي انت تصوم وتيجي في أول رجب لا لازم النهاردة أتسحر عشان بكرة رجب، لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام الذين هم أحب الناس إلى رسول الله. ابن عمر كان لما يشوف حد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيشوف حد خلاص هيتسحر، هو أصلا مش عادته إن هو يصوم وبيتسحر عشان بكرة رجب وأصبح صائما، كان يفطرهم رضي الله عنه غصبا عنه حتى لا يبتدع في الدين. الصيام عبادة جميلة جدا، ولكن يا اخوانا ناخد الحذر اللي احنا لا نقع في البدعة، لا نقع في البدعة. خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ايه تاني مسائل ننتبه لها في رجب؟ هذا ما سنعرفه، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، من بين هذه المسائل أن يخصص العوام عمرة في رجب ويعتقد أن أداء العمرة في رجب لها فضيلة ولها خصيصة عند الله عز وجل، وكأن عمرة في رجب تعدل حج أو تعدل عمرة في رمضان أو الكلام ده. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب نفترض جات له عمرة كده في رجب، ما روحش؟ لا روح. أنا بتكلم، أنا عارف اللي قدامي هيفهمني صح، أنا بتكلم عن اللي بيخصص فضيلة من الفضائل في رجب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها أو بالتنويه عليها صلى الله عليه وسلم. هي دي المشكلة، اللي انت بتفكر ان انا عبادة من العبادات في اليوم ده او في الشهر ده هيكون لها فضل من الفضائل، لا. كذلك لما اشتهر أن ابن عمر رضي الله عنهما خص عمرة في رجب، عائشة دفعت عن الكلام ده. قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، بكنية ابن عمر رضي الله عنهما، ما اعتمر عمرة إلا وهو معه الضمير عايد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط، سواء ابن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كونك اللي انت لا في دماغك عمرة ولا في دماغك اللي انت تعتمر وتيجي تفكر ان العمرة في رجب ليها فضيلة خاصة وتخصص سفر معين بحجة ان هذا السفر وهذه العمرة لها فضيلة معينة، من اين اتيت بهذا؟ ايه الدليل؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا ان جاءت لك عمرة من الله عز وجل وكانت وقع القدر ان هي يكون في رجب وانت لا تقصد، لا شيء ولا حرج عليك ولم تقع في بدعة ابدا.
من بين هذه البدع التي يقع فيها كثير من الناس، والحمد لله خمدت نار هذه البدع في ديارنا، صلاة اسمها صلاة الرغائب. ايه صلاة الرغائب دي؟ صلاة الرغائب هي أول ليلة جمعة في رجب. بيعمل ايه صاحبنا المبتدع؟ يجي لك بعد المغرب يصلي 12 ركعة بين المغرب إلى العشاء، ويسمي هذه الصلاة صلاة الرغائب. جبت منين الصلاة دي؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة مخترعة ومؤلفة من المبتدعين الذين يؤلفون ويخترعون في دين الله ما ليس منه. وحذرنا صلى الله عليه وسلم فقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. كل هذه الأمور عباد الله ينبغي للمسلم أن يتحلى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي نحن ننقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفتش عن الأحاديث الثقات، الأحاديث الصحيحة، مش أي حديث والسلام، لا، ما في حديث صحيح متفق عليه، وفي حديث صحيح، وفي حديث ضعيف، وفي حديث حسن زي ما قلت لحضرتك من شوية. أنت تنقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقب عمن تسمع. أنت بتسمع لمين؟ في فلان من العلماء يقعد يشرق ويغرب ويجيب لك، أنا ممكن أخليك تبقى قاعد متكيف، والله زي ما بقول لك كده، تبقى قاعد متكيف وأجيب لك أحاديث لوز اللوز وتتكيف كده ومتسلطن وأنت قاعد، بس كلها أحاديث ضعيفة. دي أمانة يا إخوانا. الأحاديث الضعيفة دي مصيبة، اللي أنت بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بقى بعض الخطباء إن هم بيقعدوا يألفوا قصص ما أنزل الله بها من سلطان، عارفين إن العوام بيحبوا القصص وبيحبوا الحكايات والحوارات والكلام ده، فبيرمي القصة كده وخلاص والسلام، وهي كلها أحاديث ضعيفة وكلها قصص وكلها قصص لا عبرة فيها. لا، الدين أمانة يا إخوانا، وسنسأل على هذه الأمانة وحب السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كلنا يعني مش السنة اللي احنا مقطعين السجادة ومتبعين السنة قولا وفعلا والكلام ده، بس على قد ما بنقدر ان احنا ماشيين ورا خطاه صلى الله عليه وسلم. إن لم نفعل السنة كلها فيكفينا شرفا أن نتابع أهل السنة، أن نتبع خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفينا شرفا ألا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. صيام شهر رجب ما أنزل الله به من سلطان. إن كنت على دوامك إن أنت بتصوم على طول في رجب صم، إن لم تكن تصوم فلا تخصص بصيام ولا تخصص بصلاة ولا تخصص عبادة من العبادات ما فعلها نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رجب عباد الله زي استعداد تهيئة نفسية للإنسان لرمضان. ما هو جاي لك رجب وبعد كده شعبان وبعد كده رمضان. أي لاعب رياضي قبل ما بينزل الملعب بيبقى في حاجة اسمها إحماء وتهيئة للبدن. ما بينزلش يعمل سبرنت على طول ويجري، أول ما هيعمل سبرنت على طول يجي مش هيقدر يجري، مش هيقدر يكمل. الشهر ده استعداد وتهيئة نفسية لأحسن أيام الدنيا كلها. أحسن شهر زي ما قلت لك من شوية شهر رمضان، خيرة الله سبحانه وتعالى من الشهور كلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأنت بتعمل تهيئة واستعداد نفسي. رجب استعداد. حاول ان انت تدرب نفسك على القيام، تدرب نفسك على فعل الخيرات إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن فضل شعبان وعما كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم في شعبان في آنه وفي وقته حينها ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا